هو شعرك ازرق؟ اه ده انا هقل منك قدام كنتاتك. ازرق يا مارينا، يعني انت يوم ما تشطحي تنطحي ازرق؟ انت اصلا بتخافي على شعرك، هتصبغي ازاي؟ بصي لي يا بنت انت، جات لي فقيره. هلوز، عايزين نشيل بقى ايه الطوط اللي ملهاش لازمه دي، ودي مش هتتشال غير بالقص، ربنا يستر. ايوه، الجانب المظلم من التسريحات بجد، حاجه في منتهى العذاب. يا ربي الحمد لله. يا نفوخي انا امه. خش اغسله بقى انترازورين، اوعي تروحي في اي حته. عايزه اقولك ان الميه قطعت عليا وانا بستحمى وبغسل شعري وحاجه اخر كرب. المهم هنلغم السرير وهدومي فوت، ولبست حاجه معفنه انا ما بحبهاش عشان لو باظت مزعلش عليها. هنعمل بيه بقى يا ست الكل. هجيب البخاخه بتاعتي عادي جدا، وهجيب اي نوع ليف ان عادي جدا، ونحط منه شويه ده لو نزل يعني. يلا يا حبيبي نزل شويه يا بابا. اجيب مغرفه طيب ولا اعمل ايه؟ بس لو عوزت تاني هبقى ازود. بصي اصلا البتاع ب 400 جنيه قرب يخلص. احنا في اخر الشهر. المهم نفتح بقى البتاع ده. يا نهار ازرق، بصي سايل فمش هيحتاج الفرشه يعني، بس مش هنحط كتير. يا نهار مش فايت يا نعمة، هو حط كتير لوحده. ماشي شكرا يا فندم. انا كده هحتاج ازود كريم. ينفع اللغوصه اللي انا فيها دي ان شاء الله تتغسل عادي ان شاء الله. يا كريم يا رب. هنعمل ايه بقى؟ بالراحه كده. هقسم شعري عادي جدا. قلبنا جني علاء الدين، مش حوار. الصبغة دي المفروض انها مؤقتة غير ضارة للشعر، الله اعلم بصحة هذا الكلام. نسيت اسرح شعري، مش مهم. المفروض اصلا ان النوع ده من الصبغات بيتعمل على شعر متشقر، وانا اصلا بخاف من الصبغة والتشقير بالذات، من اكتر الحاجات اللي هتنفخ لي شعري. انا صارفه عليهم كلفه. والمفروض برضو ان انت بعد ما بتغسلي شعرك بالشامبو والبلسم والحركات دي بتحطيه على شعرك ساعة ساعة ونص وتغسليه، وبعد كده بقى تعملي اللي انت عايزاه. انا بقى ما عملتش كده. ليه؟ لان انا شعري مش متشقر، فان شاء الله يعني مش هيحصل اي حاجه، وعلى امل ان هو يلقط ان شاء الله حتى ضي يزرق. انا موافقه. هي الاكله هي اللي بزرق. انا بقول كده برضه. هو شعرك ازرق؟ اه بتضحكي؟ ده انا هقل منك قدام كنتاتك. ايه ده؟ صوت يا بنت؟ ايه كام؟ دي صبغه مؤقته. ايه؟ طب الحمد لله انها مؤقتة. مش لك دلوقتي. انا عادي، ده امي كانت بتهزقني وانا بعمله ده. ان شاء الله مش هيغلط ان شاء الله. حاسه ان انا بدات اندم سيكا. انا اصلا واحده صاحبتي كانت هي اللي مديهوني، وكان شعرها متشقر من تحت كده، فلما حطيته قلب معاها اخضر. يعني مش عارفه بقى العيب من مين. يستر يا رب. هتقولي يا مارينا ليه؟ طب انتي بتعملي ليه في نفسك كده؟ لك عشان نفسي اجرب اعمل ايه في روح المغامره اللي جوايا ده. احط حبه جل، وهخلي الجل نفسه يلقط لون. طبعا هحاول الاقي حل للموضوع ده. حقيقي ده اقصى حاجه قدرت اوصل لها. يا نهار يا ريتني كنت لبست جرافز. خراشيانه. هستنى بقى كده لحد ما برجع لورا بس ثانيه كده. وي يا ماما مش انا هنزل ازاي كده؟ عندي مش من النهارده حبجت يعني. اهدي ما تفزعيش ما تهرعيش، خير ان شاء الله. هوبا
نرجع لورا واحد ابوك ان شاء الله هيروح راح. ايه ده؟ شكرا يا مثل الوتر يا جميل. خلاص الحمد لله اتحلت بس زي الفل. استنى بقى ما ينشف ونشوف الاخبار. هو اللون راح فين؟ اللون مسك في كل حته ما عدا شعري. ان شاء الله ما شاء الله. اين اللون؟ انا لا اراه يعني بعد البهدله دي كلها. تفتكري لو نزلت في الشمس هيدي ضي؟ طيب وبعدين شعري ملزق قوي كده. فكر كده. عيب يا بابا، عيب يا بابا، احنا رايحين المشوار ما ينفعش نروح بيه وهو ملزق كده. شكلي مش بشع قوي. حلو حلو ياتشي كده قمر وكده قمر، حتى لو القصه مداريه على عينيكي. باي.